طيب المصريين القدماء بقى هنا عرفونا حاجة مهمة جدا جدا جدا. الآية دي أولا بتاعت أو الآيات بتاعت خلق آدم كتبت على الجداريات بتاعت المصريين القدماء. إزاي بقى كتبت؟ طيب نلاقي المصريين القدماء عاملين صورة مصورين فيها خنوم وهو بيخلق الإنسان على عجلة الفخراني، ماشي؟ وهو بيخلق آدم على عجلة الفخراني بإيده، تمام؟ وقدامه الروح راكع كده على ركبه ونص ومنتظر علشان يعمل النفخه في الخلق اللي ربنا بيخلقه ده اللي هو ادم بعد ما ينتهي ربنا سبحانه وتعالى من الخلق. اللي هي الايات اللي في القران الكريم زي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، تمام؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول اني خالق بشرا من طين، ماشي؟ ومن صلصال من حمأ مسنون، ماشي؟ صلصال وفخار وتشكيل. علشان كده المصريين القدماء صوروا كل الايات دي ان خنوم بيخلق الانسان على عجله الفخار. طب مين خنوم؟ اسم الله الرحمن، اللي هو اصلا اتقال للخواجه او للاجنبي رحمن، والاجنبي افتكروا بعد كده خنوم. خنوم ده تحريف، انما خنوم اللي هو راس الكبش ده اسم الله الرحمن. طب اشمعنى اسم الله الرحمن؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق باسم الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وبعدين ربنا يقعد يعدل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. كل الخلق تابع لاسم الرحمن. طب بعد ما الرحمن خلق باسم الرحمن عمل ايه؟ الرحمن على العرش استوى على العرش برضه باسم الرحمن بعد الخلق. يبقى اذا الاسم المسيطر على الخلق اللي هو بتاع الماتريكس بتاع المنظومه الرحمانيه هو الرحمن. المصريين القدماء كانوا عارفين كل الكلام ده، علشان كده رسموا خنوم اللي هو التصوير بتاع اسم الله الرحمن، لان المصري القديم ما عندوش حروف مفصله زينا، فلما يجي يعبر عن اسم من اسماء الله بيرسم شكل. هم مش بيجسدوا الله ولا عايزين يقولوا لنا ان الله ليه راس كبش، حاشا وكلا. هم بيعبروا عن الكلمات برموز او بصور، ما عندوش حروف مفصله. فعلشان كده استخدم راس الكبش لاسم الله الرحمن. واشمعنى راس الكبش؟ لان اميز خلق في الاله الخالق الرحمن الخالق، اميز خلق هو ادم، وادم خلق في عصر الحمل، علشان كده اسم الرحمن واخد رأس الرام أو الكبش، تمام؟ يعني ده ديتنج كمان هنلاقي، يعني ده تقويم أو تاريخ في الصورة. لما نلاقي الصورة كده بادئة من فوق أعلى حاجة فيها هي رأس الكبش، يبقى كده ده الديتنج، التاريخ بتاع القصة، التاريخ بتاع الحدوتة. شوفوا بقى النظام المحكم والاحترافية الرهيبة عند المصريين القدماء في التصوير. يحط في الاعلى خالص التقويم عشان يعرفك الحدث اللي انا هتكلم عنه ده حدث امتى؟ في عصر الحمل. طب مين ايه اللي حصل في عصر الحمل؟ خلق ادم. طب مين اللي خلقه؟ الرحمن. طب مين اللي حضر الحكايه دي؟ الروح، كان قاعد منتظر علشان ينفخ. فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. العلماء مختلفين على كلمه الروح. ناس بتقول ان ربنا هو اللي عمل النفخه، ده ربنا بيقول من روحي. طب اصبروا شويه. الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم وابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. نفس الحكاية، ربنا سبحانه وتعالى بينسب الروح، الخلق اللي اسمه الروح اللي بينفخ النفخة بينسبه لنفسه لأنه بتاع ربنا، ماشي؟ طيب مين بقى الروح ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. أهو خلق اسم الروح، ماشي؟ اللي هو الروح اللي بينفخ الروح، ماشي؟ يعني النفخة مش من الله، النفخة من الخلق اللي اسمه الروح، بس ربنا بينسب الروح لنفسه، هو بتاع ربنا، تمام؟ فأرسلنا إليها روحنا. فعمل إيه؟ فتمثل لها بشرا سويا. روح الله مش هتتمثل بشر لحد، ده خلق. اسم الروح هو اللي عمل النفخة، تمثل لمريم بشرا سويا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن الرحمن الخالق، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال
إنما أنا إيه؟ رسول ربك. يعني دي مش روح الله، ده فهم خاطئ إن الروح روح الله والنفخة دي من الله. اللي عمل النفخة خلق اسمه الروح، والأدلة اللي في القرآن بتثبت كده. المصريين القدماء أدركوا ده عشان نزل عليهم آيات من القرآن وقالوا ده ورسموه. كل الآيات بتاعت خلق آدم رسموها في فده دي كيفية خلق آدم عند المصري. دي أول حاجة نبدأ بيها القصة، إن آدم خلق بيد الله سبحانه وتعالى زي ما هو موجود في القرآن الكريم. وإحنا مش بنثبت القرآن الكريم بالصور بتاعت المصريين القدماء والجداريات، لا، ده احنا بنثبت ما جاء عند المصريين القدماء على الجداريات وصدقه من القرآن الكريم. عكس القرآن الكريم ثابت ما فيهوش جدال ولا نقاش ولا اختلاف، ولكن نحن نثبت ما جاء عند المصريين القدماء على الجداريات من خلال القرآن الكريم. فالمصري القديم صور الحكاية دي. آدم خلق بيد الله، واللي نفخ فيه النفخة الخلق اللي اسمه الروح. بسم الله الرحمن الرحيم، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يبقى إذن في خلق اسمه الروح، ده بيطلع وينزل، ده بيعرج، يعني موجود في الأرض وبيعرج إلى السماء مع الملائكة لله سبحانه وتعالى. يبقى إذن دي مش روح الله، مش ربنا اللي بعد ما شكل بإيده حاشا وكلا نفخ، لا، الروح هو اللي نفخ. المصري القديم رسم الكلام ده. والخلق بتاع آدم تم في الأرض، كان موجود في الأرض، ما اتخلقش في السماء وبعدين نزل. هبوط من مكان عالي إلى مكان أقل. وكلمة الجنة ماشي كجنة بربوة ماشي، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. هل معنى كده إن دي البشر؟ إزاي أنتوا رحتوا للجنة دي محدش شافها، ولا النبي عليه الصلاة والسلام ولا غير النبي عليه الصلاة والسلام. We are Egyptians, not Arabs. We are the descendants of the ancient Egyptians and the owners of the greatest civilization in history. We are the owners of the land. We are the greats, the descendants of the greats.